أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد والحرب على غزة. توماس بورتس ده برلماني في البرلمان الفرنسي. بيقول إيه؟ فرنسا شريكة في جريمة الإبادة الجماعية ضد أهل غزة وفلسطين. شكرا يا توماس. دعمكم بالسلاح ودعمكم العسكري والمادي في فرنسا اللي كانت طول عمرها أيام جاك شيراك وقبل كده بتدعم القضية الفلسطينية، وأيام جاك شيراك عملوا جنازة عسكرية للراحل ياسر عرفات أبو عمار. إنما ماكرون دلوقتي ده، ولا مكرونة ولا ماكرون، داعم قوي ورئيسي للحرب وجريمة الإبادة في غزة. وأنت عندك حق يا توماس، بس أخيرا نطقت. ويا ترى صوتك ده هيأثر؟ حد بيسمع؟ حد واخد باله؟ حد شايف؟ ولا كل الناس كده؟ إني لا أرى، إني لا أسمع، إني لا أتكلم. فين مواقف فرنسا النبيلة القوية اللي قبل كده؟ فرنسا كانت من أقوى الدول الغربية ومن أكتر الدول الغربية دعما للقضية الفلسطينية، عشان دي قضية عادلة. إيه اللي حصل دلوقتي يا توماس؟ إيه اللي حصل يا ماكرون؟ اتعلم يا ماكرون من جاك شيراك. لما تعرف يعني إيه إنسانية ومبادئ وأخلاق اتعلم، ونبقى نشوف. طبعا فرنسا شريكة رئيسية في الإبادة الجماعية، وفي جنود كتير دبل سيتيزنشيب، عندهم جنسية مزدوجة فرنسية إسرائيلية، بيقتلوا زي المرتزقة في غزة ضد الغلابة الفلسطينيين الأبرياء. مبسوطين قوي إنكم بتقتلوا الناس اللي بيجروا ورا عربية الدقيق، وبيجروا يعني بيبصوا كده فوق في السماء ويقولوا يا رب الطيارات دي هتوقع لنا ايه النهارده من مساعدات. يقعدوا يبصوا كده غلابة. الشعب بقى كله بيشحت، مش لاقي ياكل، بقى يعمل الزرع والخضار اللي سوري بياكلوه، المعيز والخرفان، بيعملوه زي الملوخية كده بيطبخوه اي وجبة كده سخنة في الشتاء. ده اللي وصل له الشعب الفلسطيني. و57 دولة إسلامية في منظمة الأمم الإسلامية، ولا سلم لي على الملوخية. كل سنة وانتم طيبين أعزائي المشاهدين، وشكرا لحسن المتابعة. ميرسي.